صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. عملت البانيه اخر مره كان في شهر رمضان، وبعدين لقيت الكومنتات كلها احنا بنعمل البانيه وبيفك. احنا بنعمل البانيه بالخلطه و يعني الطبقه الخارجيه ما بتبقاش ماسكه قوي. فطبعا لازم ارد، عشان خاطر انا عندي قناه لازم ارد على التعليقات. طب انا هنعمل ايه النهارده؟ انا هرد لك على كومنتك انت لو سمحتي. معقول دي الخلطه اللي انت بعد ما حمرت البانيه وريتهن بقى متماسك كده؟ اه والله دي الخلطه، وده اللي انا بقول لكم عليه في الفيديوهات. اصل انا مش معقوله ابقى بصور فيديو وماشيه معاكي خطوه خطوه لغايه تحمير البانيه وابقى مغيره وحاطه خطوه في النص. يعني هبقى مخبياها ليه؟ وبعدين ما علينا، انا قلت اعمله تاني عشان نمشي مع بعض ومش هنقطع الفيديو الدور ده مع بعض. انا تبلت البانيه هنا اهو. انا معايا كيلو من صدور الفراخ، قطعته بانيه، قطعته معايا شرايح بانيه رقيقه. وهنمشي مع بعض خطوه خطوه ان شاء الله عشان اعرفكم اشمعنى انا البانيه بتاعي ما بيفكيش. انا حطيت الخلطه هنا، ضربت بصلتين في الكبة عشان كيلو فراخ، وحطيت عليهم 3 فصوص توم، وطلعتهم بره الكبة وحطيتهم في طبق. حطيت عليهم معلقة كوباية زبادي، نص كوباية لبن، البهارات بتاعتك، كمون، كزبرة، فلفل أسمر، ويا ريت الفلفل الأسمر يعني يبقى زي سيكة كده علشان الريحة. وحطيت عليهم بتاع توم باودر وبصل باودر، وده اساسي جدا جدا. ناس بتقول لي طيب احنا في ناس بتعمل البانيه وبتحط التوم الفريش. هو كويس، حط وانت بتضرب البصل فصين توم مع البصله عشان يبقى توم فريش. ده ما يغنيكيش عن التوم البودر والبصل البودر، ما يغنيش نهائي. ان انت هتحطي انت فرمت بصله يبقى البصله مكان البصل البودر، لا. ان انت حطيت فصين توم بقى بدل التوم البودر برضو، لا. هو بيعزز الطعم، بيعزز النكهه معاكي، انا معاكي، لكن ما بيغنيش. لازم توم باودر وبصل باودر وبابريكا. من ضمن الناس برضو انا بحط بابريكا مدخنه، مش مستحب خالص مع البانيه البابريكا المدخنه. انت تجيبي بابريكا عاديه خالص، ما تجيبيش مدخنه تحطها في الفراخ، تحطها وانت بتشوي اي مشويات، ملهاش علاقه بالبانيه. هندخل تاني في موضوعنا وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا ضربت بصلتين في الكبه وحطيت عليهم فصين توم، بعدين حطيتهم في الطبق ده، وحطيت عليهم نص كوبايه لبن، كوبايه زبادي عشان تطر الفراخ معايا، وحطيت 3 بيضات ضربتهم في جنب لوحدهم. بقول المعلومات التانية عشان ما تقوليش انت بتعملي حاجات غير اللي بتقولها لنا. جبت البيضتين ضربتهم في طبق وحطيت عليهم معلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح. ليه؟ علشان الفلفل الاسمر يشيل الزفاره. وبعدين ضفتهم على اللبن وعلى البصل وعلى الثوم، حطيت بصل بودر وتوم بودر وحطيت بابريكا عاديه جدا ما فيهاش ريحه التدخين. وقلبت فيها الفراخ بتاعتي، وبقت معايا بالطريقه دي. انا حطاها الوقت بقالي اكتر من ساعتين. كل ما تغيب يبقى احسن، يعني كل ما تغيبها في التلاجة يبقى افضل. ساعتين عشان هقلي منها جزء وهعين جزء يخليه متبل عينه في التلاجة. براحتك خالص، ممكن تعملها من الصبح وتشتغلي تتبيله غد منها، تشتغلي تتبيله العصر وتعيني في الفريزر براحتك. هي كل ما تغيبيها بتشد من الايه، من التتبيله بتاعتها. ده بالنسبه لخلطه البانيه. خطوه خطوه مع بعض اهو تاني علشان ما يبقاش في اي كومنتات تسال. بصل وتوم ده لو فريش، حطينا عليهم بصل وتوم باودر، حطينا عليهم بابريكا، ضربنا بالطين بنص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح، وضربنا ده كله في بعضه في الطبق اللي قدامكم ده، وحطينا عليه البانيه متقطع شرايح، حطيناه فيه وسايبينه في التتبيله ده. وكمان ممكن تحطي انت زي ما انا ضفت كده من عندي نص معلقه آه، آه، كاري ونص معلقه كركم،
زي ما تحبي، نص معلقه كاري ونص معلقه كركم، بس نص معلقه ونص معلقه مش صغيرين، وتضيفيها عليهم وتتبلي البانيه بتاعك وتحطيه في التلاجة. ده نفس الطريقة اللي انا ماشية بيها اهي، مفيش اي تجديد. ده خلطة البانيه اللي احنا هنسيبه فيه علشان ياخد من التتبيلة. هنرجع تاني احنا بعد ما نتبل البانيه هنعمل ايه؟ هنعمل الآتي. انا ما بفصلش اهو. معايا بقسماط ناعمة، لو انت مش عايزة تجيبي بقسماط ناعمة جاهزة تجيبي عيش كايزر ناشف وتضربيه في الكبه ويبقى معاكي بقسماط. معايا نص كوبايه دقيق، معايا ملح وفلفل، معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ومعايا آه، انا عايزه بس ما ينفعش اوريهولكم، جايبه فيجيتار، يعني حاطه حوالي معلقتين كبار فيجيتار، ومعايا معلقه كبيره نشا. نفس مكوناتي هنقولها تاني. معايا ملح وفلفل، معايا بقسماط ناعمة، ومعايا دقيق، ومعايا فيجيتار معلقتين كبار، ومعايا نشا. هي دي الخلطة؟ دي الخلطة. هنقلبها مع بعض كلها. هنقلب الخلطة دي كلها مع بعضها. الدقيق اهو عشان يقوم، مفيش خطوات تانية انا بعملها في جنب اهي. النشا كمان دخلت اهي معاكم اهو، التوم البودر والبصل البودر والبابريكا، الفيجيتار، الملح والفلفل، كل ده هخلطه مع بعض وارجع اوريكم الخلطه شكلها عامله ازاي. اهي يا جماعه الخلطه معاكم اهي، قلبتها كلها في بعضها، وهجيب معاكم خرطه بانيه وهتبلها معاكم عشان تقتنعوا ان دي خلطتي مفيش فيها اي جديد. ثواني كده. وليكن معايا دي انا جايبه قدامكم اهو، هرش عليها من فوق كده. لقيت الطبطبه زي ما بيقولوا كده، بالراحه كده، واقلبها على الناحيه التانيه كده. ما تسيبوش اي مكان الا لما الخلطه دي بالراحه بكفه ايدك كده وطبطبي عليه. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين ايه يا جماعه؟ اهي اقرب لكم الكاميرا كمان اهي. والله العظيم ما بعمل اكتر من كده قدامكم اهي. هل انتوا شايفين ان في فرق بين قطعة الفراخ والخلطة؟ اهي بحطها في النار وهعمل منها النهارده مباشر. ودي قدامكم اهو. اوريكم كمان الطبق اللي انا بعين فيه. الطبق اهو اللي انا بعين فيه البانيه في الفريزر. هوريكم انا بعمل فيه ايه. بجيب شويه من الخلطه اهو، بتبل بها، بغطي بها ارضيه الطبق اهو، وبقوم رصه فيها خلطه البانيه بالطريقه دي. ولا اي جديد ولا بعمل اي حاجه غير كده. عرفتوا معايا الخلطه ايه والتتبيله ازاي وبتتعان ازاي؟ لازم تغطي طبق الفبر ده بشويه من الخلطه بتاعت البانيه. هو ده فيديو النهارده، ويا ريت يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ده طريقه تخزين البانيه. لما اكمل الطبق معاكم هوريكم في الاخر شكله عامل ازاي.